السلام عليكم، حياكم الله. وش رايك لو قال لك احد بسمعك قرآن من اليوتيوب او من الراديو، لكن بحط وانت جالس على كرسي كذا بحط الجوال اللي فيه اليوتيوب مشغل فيه القرآن بجوار رجلك، كرم الله كتابه وكرم الله كلامه، بحطه بجوار رجلك قريب من رجلك وبتسمع، او بحط الراديو قريب من رجلك وانت جالس على الكرسي وهو تحت كذا قريب من رجلك وتسمع منه. وش رايك في هذا الكلام؟ ما راح توافق تنزيها لكلام الله، وانه ما ترضى انه يكون الراديو بجنب رجلك بجنب حذائك، عز كرم الله كلامه. هذه تنطبق على ما تكلم عنه بعض العلماء في بعض الفتاوى اللي مرت به سابقا، يقولون بيّنوا أنه لا يجوز أن نستمع إلى القرآن وينطبق عليه كل ما هو فيه ذكر الله، وخاصة القرآن، من السماعة التي تكون مثل السماعة اللي أمامكم الآن في سيارتي، أنها مقابل يعني بمحاذاة القدم. الذي يفتى بذلك حسب الفتوى التي مرت بي هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إذا كانت السماعة في مكان الأقدام أو حذاء الأقدام، حذاء يعني بمحاذاة الأقدام، فلا يجوز أنك تشغل القرآن والسماعة التي يصدر منها الصوت منها في هذا المكان، ما يجوز. يعني خلاص تحاول تسمع من الجوال أو ترفع الجوال فوق وتسمع منه، لكن ما يجوز تسمع أي قرآن أو ذكر من هذا المكان حتى لا يصدر الذكر والقرآن بجوار قدمك وجوار حذائك ومكان الأقدام المهان هذا. سأضع لكم فتوى. طبعا الفتوى التي سأضع لكم قال الشيخ في نهايتها يرفع السماعة، يعني لأن الشيخ يقصد مثلا إذا كان راديو أو شيء أنك ترفع السماعة، مثلا راديو في البيت ما يكون بجوار قدمك، لكن في السيارة ما نستطيع رفع السماعة. فإذا كانت سيارتك من النوع اللي سماعة السيارة حقت الراديو أو المسجل أنها مرتفعة فلا بأس يعني، لكن الشيخ يتكلم عن السماعة المجاورة للقدم أو بعض السيارات تكون سماعات المسجل مساوية للأقدام، وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة. السؤال هو عندما يشغل القرآن ألا يكون مثل هذا الاستماع امتهانا لكتاب الله؟ وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله؟ نرجو التوجيه والله يحفظكم. إذا كانت السماعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم، لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان أو من حذاء قدم الإنسان لا شك أنه به إهانة للقرآن. وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة يجعلها فوق. نعم.